نرجع لتاهت ولقيناها يا عمرو. عمرو أديب هو أول أو أكثر من أشار إلى خطورة غياب قواعد اللعب المالي النظيف، والناس دي بتجيب فلوسها منين؟ عشان كده عمرو فتح الباب لقضية لطالما نادينا بيها. نشوفه. النادي بيقول لك أصله مفيش فلوس، مفيش لعيبة، مفيش إدارة، مفيش حب، مفيش إخلاص. بقينا بنجيب للعيبة يعني مشجعين مشهورين علشان يقعدوا يتكلموا معاهم ويعالجوهم قبل ما ينزلوا الماتش. بقينا بنعمل كل حاجة بس مفيش حاجة نافعة، وبعدين مش قادرين نقف قدام التنين الأحمر. بيقول لك من يومين طالبين قرض $500 مليار، وفي ناس بيقولوا لا مش نص مليار، هم 350 مليون. طب هي الاهلي بيجيب الفلوس منين؟ يعني احنا عايزين نعرف الاهلي بيجيب الفلوس منين عشان احنا نجيب الفلوس من نفس المكان ونشتري لعيبه قادره تقف على رجليها. احنا لغايه دلوقتي بنحاول نسد ثمن اللعيبه، فيلل، بيوت، لو حد معاه ساعة يديله يكمل له. بقى وضعنا غريب جدا، وشيء بقى دمه مش خفيف ومش لطيف. يعني ما ينفعش ان ده يبقى نادي الزمالك، انما التانيين ماشيين حلاوة. هات نص مليار، اخد نص مليار. ده مين اللي بيدفع له؟ بيجيبوا فلوس دي منين؟ هو مش في المفروض قواعد لصرف الفلوس، ولا اي حد يجيب اي فلوس في اي حاجه ويصرفها؟ طيب يا استاذ عمرو، بصرف النظر على ان حضرتك يعني لما بتتزنق بتستخدم الكلام اللي المفروض احنا نقوله، لكن اذا كنت عايز تعرف الناس دي بتجيب فلوسها منين، لو سمحتوا اداره النادي الاهلي تبقى تبعت نسخه من الميزانيه بتاعتها اللي بتعتمدها الجمعيه العموميه كل سنه، والتي تعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزاره الشباب. هتعرف بالتفصيل النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين. اما مساله القرض بقى 350 مليون المطلوبين ملهاش دعوه يا عمرو باللعيبه خالص. اللعيبه ليها ميزانيه مستقله بشركتها بمصادرها، ولكن النادي الاهلي يضيف يوميا اصل من الاصول. هتجد الفلوس بتاعت النادي الاهلي موجوده في المقار الاربعه، في تطور المقار الاربعه، في منشآت المقر الاربعه، في التحديث الذي يحدث كل يوم. هتجد النادي الاهلي عنده اجابه الاسئله بسهوله، والا ما كانش حد سمع ولا انصت اليه. الاهلي فيش مره تعثر وما سددش ديونه، الحمد لله، نتيجه حكمه ورؤيه مستقبليه. ولم يكن النادي الاهلي دائما هو الاغنى، ولكنه استطاع الان ان يصل الى هذا بعمل دؤوب علمي منظم شفاف. اذا كنت عايز تعرف يا استاذ عمرو، انا شخصيا مستعد اقعد معاك قعده تنورني كده ونتغدى مع بعض، واجيب لك الميزانيه واناقشك فيها بند بند وكلمه كلمه، بدل ما تقعد. ما احنا قلنا مش عايزين نلقح كلام والتحفيل يا استاذ ابراهيم. نتوقف بقى، نتوقف على الكلام ده، لان انت لما خدت السنه اللي فاتت كل القروض اللي انت عايزها ما علقتش هذا التعليق. لما الناس جمعت ده، يا جماعه يا بخت الزمالك بالناس اللي هي فيه بتساعد وبتدفع ومش مستنيه حاجه. النهارده العدد بيتنامى والمبالغ بتزيد. انا مش لا شأن لي كيف يدير الزمالك شؤونه، ويا ريت انت كمان والنبي تسيب الليله كده وتخليك فعلا تتساءل وتشوف ناديك والاجابات اللي ممكن تاخد. كلنا يهمنا الا يتعثر نادي،
الكرة المصرية محتاجة لكل المؤسسات الرياضية اللي فيها، فما بالك بقى لو المؤسسات دي كانت أهلي زمالك إسماعيلي اتحاد محلة. لا، ده مجمل الشعب المصري. نتمنى الجميع إنه ربنا يوفقه ويقدر يتجاوز مشاكله، بس ما تتجددش. ده كلام مهم للأستاذ عمرو أديب. ما هو خاص وما هو عام. ما هو خاص، فالنادي الأهلي لعله الوحيد في مصر بين الأندية الرياضية اللي بيمارس أعلى قدر من الشفافية المالية. الميزانية بتاعته بتتعلق على جدران المقر. الميزانية بتاعته متضمنة في كتيب بيوزع على كل الأعضاء. ده مثبت بالصرف والقيمة وكل التفاصيل لميزانية النادي سنويا المجلس بيقدمها للجمعية العمومية. إذن الشفافية المالية والموقف المالي المعلن بوضوح شديد جدا بالجنيه ده النادي الأهلي بيعمله. جزئية الأهلي خد قرض ب 350، الأهلي ما خدش قرض. الأهلي في قبول العضويات الجديدة بياخد لإقساط شيكات مؤجلة. العضو اللي بيعمل عضوية بيسدد ربع القيمة مثلا أو نصها، والباقي شيكات لمدد آجلة على رصيد موجود في البنوك. الأهلي بيروح لنفس البنك يقول له أنا عندي شيكات ب 2 مليار جنيه مؤجلة للأعضاء اللي مقسطين عضوياتهم، أنا عايز منهم دلوقتي 350 مليون علشان يعمل حمام يعني السباحة بتاع التجمع، متغطية بشيكات. فمتغطية بشيكات موجودة عند نفس البنوك. فالأهلي لا هو مديون ولا بيستدين ولا بياخد حاجة من حد، دي حقوق مؤجلة عنده موثقة في شيكات مودعة في البنوك. دي من حيث فكرة طلب 350. ده ما كانش للكرة خالص، لأن الكرة ميزانيتها منفصلة، وزي ما المهندس عادل أشار دي شركة الكرة وليها الموقف المالي المعلن. ده فلوس كانت خاصة بإنشاء مجمع سباحة كبير في فرع التجمع الخامس. ده فيما يخص موقف الأهلي بمنتهى الوضوح والشفافية. ما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، أنا بتضامن مع الأستاذ عمرو أديب ومع كل الأصوات اللي طالبت اليومين اللي فاتوا ده، لأنه أعتقد يا باشمهندس مصر الرياضية في الظرف الحالي اللي بتمر بيه، مصر بقت بتصرف فلوس كتيرة قوي على الكورة. تعاقدات اللعيبة عليت جدا، مرتبات المدربين عليت جدا، الهدر كمان في النقد الأجنبي بصراحة كتير. الأهلي وكل الأندية يجب إخضاعها لقواعد اللعب المالي النظيف. عشان كده قلنا تاهت ولقيناها. بس قواعد اللعب المالي النظيف عشان الناس والجمهور يبقى عارف أساسها إن كل نادي له موقف مالي معلن. ميزانيتك قد كده، حجم الإيراد اللي هيدخل لك 10، مش هينفع تصرف أكتر من 10. أنت ملزم بحجم الدخل بتاعك، مش دخل النادي، دخل فريق الكورة. أيوه. رقم 2، أي دخل داخلك تاني لازم أن يكون مثبت ومعلن. التبرعات والهدايا والمساعدات والأندر تيبل والكلام ده كله مش موجود في قواعد اللعب المالي النظيف. فبالتالي لمصلحة الأهلي زي ما هو لمصلحة كل الناس اللي عايزة تتطور أو تطور الكرة في مصر، يجب على المهندس هاني أبو ريدة تشكيل لجان مختصة تبدأ تفرض قواعد اللعب المالي النظيف زي ما بيقول الفيفا. هو ده اللي هيظبط الصرف، وهو ده اللي هيحمي المنافسة، وهو ده اللي هيحمي النقد الأجنبي في مصر. وهو ده لو أنت عايز تحمي الأندية، مش إنك تساعدها إنك أنت تتجاوز الأخطاء اللي بتحصل، لا، إنها تواجه مشاكلها وتحلها. طول ما أنت بتساعد، طب ومحدش هيسجل إلا كده، طيب ادفع جزء وسجل. طول ما أنت بتساعدني على إني مبدأ الشكوك ده هتصلح إزاي؟ مين اللي هيجبرني ان امشي؟ فاتحدث عن الجميع، ولو الاهلي بيعمل كده لا يتوقف هذا الامر فورا. بالظبط. النقطه الثانيه، انت لما تطبق قواعد اللعب المالي النظيف مفيش نادي مديون هياخد رخصه، مفيش حد هيشارك في مسابقه رسميه بدون ما يكون معاه رخصه. فبالتالي تسويه النزاعات القانونيه،
سداد المديونيات الماليه قبل ما تاخد الرخصه عشان تشارك في اي بطوله او اي منافسه. فانا بقول لكم مطلوب ده بسرعه، ومطلوب فتره انتقاليه. احنا اللي حاصل عشان تكونوا في الصوره، اللي حاصل ان اتحاد الكره بيدي ورق كرتون لبعض الانديه تسويات على ورق. انديه اللي عندها موقف مالي معلن وهي متعرضه لديون شديده جدا وعليها احكام ومشاكل كتيره وبتاخد الرخصه وبتشارك. كل ده مطلوب تسويته لانه ده ضد اللعب المالي النظيف. عارف يا استاذ ابراهيم، احنا بقالنا كام سنه بنأجل تطبيق اللعب المالي النظيف، وكل مره اقول لك خدنا مهله. ايوه، اكتر من 12 سنه 15 سنه. انت متخيل كان حجم المشكله في البدايه كان عامل ازاي؟ فكل مره الاتحاد يجي يقول لك ايه، اصل في انديه عليها مش عارف ايه لو طبقنا. ما انت لو طبقت وهي لسه المديونات بسيطه كان زمان الانديه دي ظبطت نفسها. أيوة. وخدت الرخص اللي هي محتاجاها. أيوة. ومش محتاجه ولايتك. أيوة. ولا رعايتك. أيوة. مش محتاجه ولي امر يحل لها مشاكلها. لابد ان تحل هذه المشاكل ونبتدي كلنا على نضيف. اذا كنا عايزين فعلا كرة القدم المصرية احنا بنعمل معجزة يا استاذ ابراهيم، ان احنا موجودين على الساحة التنافسية في افريقيا، ان الاندية بتاعتنا متصدرة المشهد. المناخ ما يفرسش هذا النجاح. انما انت كل مرة بقى هتدخلنا ان احنا نوصل يعني الى ارقام مش موجودة. يعني الاندية الافريقية بتنظر للنادي الاهلي او الدوري المصري بشكل عام اللي بيجي فيه لعيبه من شمال افريقيا دلوقتي ان هو سيمي اوروبا. هي الخطوه المؤهله لاوروبا اللي بين افريقيا واوروبا، لان احنا قربنا قوي من اوروبا. بالعكس احيانا في لعيب هنا في مصر ياخد اكتر من بره، وقطعا المدربين كلهم بياخدوا في مصر اكتر من اللي بياخدوه بره. طيب، هي المسألة مش أهلي وزمالك، هي المسألة كل الأندية. لأنه أنت عشان ترتقي بمسابقة بتصرف فيها كل هذه الملايين من الدولارات ومن الجنيه المصري، برضو المسابقة بقت القيمة السوقية بتاعتها عالية، وبدأت بتفرز لعيبة، وبدأت تستقطب لاعبين كبار ومدربين. فإنها تفضل دايما خارج إطار اللعب المالي النظيف، لا، ده الديرتي جيم بقى. ده الديرتي جيم اللي هو لا هيضمن تطور ولا هيحقق تقدم. وانا بقول لكم بصريح العباره، ما عملهاش هاني ابو ريده ما حدش هيعملها، لانه هو راجل مسؤول دولي. ثانيا يقدر زي ما هو جايب المسؤول لجنه الحكام في الاتحاد الدولي عشان يبداوا يشوفوا لجنه الحكام المصريه وتطويرها، يقدر يفرض قواعد لعب مالي نظيف من خلال لجان قانونيه اقتصاديه كبيره تبدا تعمل هيكله حقيقيه للانديه. يجمد قلبه هو. ايه خايف من ايه بس؟ انما يبقى حسن، يبقى هاني ابو ريده زيه زي جمال علام، زيه زي اللي قبله زي اللي بعده، يبقى ما استفدناش حاجه من البوزيشن والمكان اللي فيها هاني. كره اليد كان الدكتور حسن مصطفى ما كانش يعني قلبه زي الحديد، وابتدى يعمل حلول وانماط من الحلول. كانت الهاند بول بقت النهارده، انت فعلا النهارده كرة اليد المصرية مصنفة على مستوى العالم. أيوة. من دول المقدمة، مش عايزة مناقشة. فده شغل ناس فكرت وجمدت قلبها وخدت قرارات لصالح اللعبة.